اكيد هنكتر من الملوخية على سفرة رمضان. تعالوا بقى نشوف شوية تكات كده هتخلي معانا الملوخية ريحتها وطعمها جميل جدا. هتلاقوا ريحتها كده تجيب لغاية 7 جار. وريحة الطشة بقى وشوية تكات بسيطة كده هتخليها معانا خضرة وفيها مطة وقوامها متماسك وريحتها حلوة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا جبت راس توم متوسطة، فرمتها. انا هعمل كيلو ملوخية وديت التوم اهوت. يعني دي راس صغيرة، ممكن تحطوا راس توم يعني بصوا نص راس، المهم هي تبقى معلقة كبيرة مليانة توم كده. بعد كده باخد ورق الملوخية بعد ما غسلته كويس وصفيته من المية، ما نشفتوش، خدته وفرمته عندي في كبة الملوخية مكان التوم. يعني انا متعمدة ان انا اسيب شوية توم في الكبة افرمها مع الملوخية، وحطيت معاها معلقة او نص معلقة صغيرة من السكر وانا بفرمها ليه هتنعم